فوز النادي الاهلي النهارده على فاركو 4-1، انا مش عارف ابقى مبسوط من النتيجه ولا ابقى زعلان من الاداء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم بيبو، يلا نبدا. واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس، وما تنساش دعمك باللايك يا صديقي. وقبل ما نتكلم في الماتش بس انا عايز اتكلم في حاجه. هو طبيعي لما لاعب يبقى طالع علشان يعمل تغيير وطالع يجري والحكم يقول له لا اطلع من الناحيه الثانيه وبعدين يديله انذار ويديله كارت احمر؟ هو ده طبيعي؟ هل الحكم مثلا كان شايفه ان هو بيضيع وقت؟ طب بيضيع وقت ازاي واحنا في الدقيقه 90 وفايز 4-1؟ يعني هيضيع وقت في ايه؟ ما الماتش خلص خلاص، ولا هي تلكيكه وخلاص؟ وفي انذار لديانج، انا قعدت اعيد الكره 20 مره ان الاقي ان ديانج غلطان في حاجه، ما فيش اي حاجه. يعني احنا قاعدين نقول ان التحكيم بيتحسن والتحكيم احسن حاجه، يجي الماتش دوت يحصل فيه كده. تعالوا نتكلم بقى شويه في الكوره. يعني اول نص ساعه انا شفت الاهلي فايق وبيلعب حلو، وريبيرو خلاص فاهم اللعيبه وفاهم الطريقه، ويلا بينا شكلها هيبقى موسم جامد. هوبا الهدف الاول، هوبا الهدف الثاني، بالعرضيات حلوه من اللعيبه، والملعب بقى مفتوح اكتر من ماتش مودرن كان الملعب كله مقفول وهو عايز يخترق بس من العمق، دلوقتي بقى بيخترق من الاطراف ودي حاجه حلوه. ادي بيغير اهو، بيغير الطريقه اهو، الحمد لله. بس المشكلة إن أنا برضه لسه مش شايف جملة، مش شايف طريقة لعب معيّنة أو جملة تكتيكية المدرب هو اللي صانعها. باحس إن المدرب قبل الماتش بيدّيهم الخطة عامةً، اللي هو أنتم مثلًا هتلعبوا النهارده من على الأطراف، أو أنتم مثلًا النهارده هتخترقوا من العمق، اتعاملوا. باحس إن هي دي الطريقة، مش مثلًا ده يروح كذا، فلمّا ده يروح هنا، ده يروح فاتح له هنا، فتروح لاعبها هنا، فتروح اللي ورا ده جاري مش شايف الكلام ده خالص. أنا شايف اللي هو يالّا يا رجالة العبوا مثلًا على الأطراف النهارده. واللي أكد لي أكتر إن الجوان دي حاسسها من اللعيبة أكتر، من اجتهادات اللعيبة أكتر، من فكر اللعيبة اللي هم فاهمين كورة، اللي هم بيلعبوا لبعض، مش جملة معينة. هي الجملة إن إحنا بس نلعب من على الأطراف. فأنا لسه لحد دلوقتي المدرب أنا لسه مش مقتنع بيه. هو ماشي أحسن من ماتش مودرن، ولكن لسه الجمل وشكل الفرقة كعامةً لما تبص عليها من فوق لأ مختلفة، في حاجة غلط، في جمل مش متحفظة للعيبة. واللي أكد لي ده أو اللي خلّاني أبقى متأكد من الموضوع ده، إن حتى تغييراته ما فيهاش فكرة. يعني أنا هاطلّع مهاجم هانزّل مهاجم، أنا هاطلّع ديفندر هانزّل ديفندر، ما فيش اللي هو فكر. يعني الفكرة الوحيدة اللي هو عملها وكان عاملها علشان هو بيحب أحمد رضا، اللي هو كان هينزّل أحمد رضا مكان محمد هاني، فيخلّي كريم فؤاد باك يمين ويخلّي كوكا باك شمال عشان يلعب أحمد رضا. أنا مش عارف حُبّه إزاي في أحمد رضا ده ليه؟ وتغيير ديانج دي بقى بالذات، لو هو مغيّرها علشان هو معاه إنذار وخايف عليه من الطرد، وعشان شايف إن الكابتن معروف كل ما ديانج يتكلم معاه يبُص له كده ويبرق له، فهو عشان كده غيّره، تمام. إنما لو كان مغيّره علشان يعدّل في الخطة أو شايف ديانج مش حلو، فكده يا باشا أنت بطيخ، بطيخ بمعنى الكلمة. ادينا شُفنا كوكا لمّا نزل كانت الخطوط كلّها بتتضرب من وراه بسهولة، إنما ديانج كان قافل السكة دي، كان تحسّه إن هو كان قايل للعيبة اطلعوا أنتم ما لكوش دعوة، وأنا يا باشا واقف ورا سَد ما فيش حد هيعدّي. مع إن ديانج برضه على فكرة ما كانش أحسن حاجة في الماتش ده، ولكن أدّى حلو أوي. باحس ديانج من جوّاه كده لسه متضايق، مش مستقر أوي على نَفْسه، فاهمين قصدي؟ عامةً يعني أنا شايف في شوية تطوير من المدرب، أو اللعيبة نازلة عندها دم، اللي هو إحنا شُفنا الجمهور زام علينا فإحنا لازم ننزل نلعب بروح، نلعب بقوة. إنما كفكرة بقى، كجُمل، أنا ما شُفتش الكلام ده خالص. وفي بقى حبّة الكريز بتاعتنا دي، اللي شاف أبو تريكة هيفهم قصدي. أنا شامم ريحة أبو تريكة في محمد بن رمضان، اللي هو اللعيب القوي اللي مش قوي، الهادي السريع، اللي بازاته سحرية وفي نفس الوقت كده تحس إن بازاته سلسة وسهلة. طبعًا مع الفارق أبو تريكة ده في حتة 10، بس لو بن رمضان استمر على الطريقة دي يا جدعان هيبقى في حتة تانية خالص. نيجي بقى للي عايز تغيظه هات له زيزو. يا جماعة زيزو ده كواليتي لاعب محترف. أنا زيزو من ساعة ما كان في الزمالك وأنا باشبهه بكريستيانو كتمرين، اللي هو أنا شغلي كورة، أنا ما باعملش حاجة في حياتي إلا إن أنا باشتغل كورة، فأنا هاشتغل وهاتمرن وهاجتهد وهانام بدري وهابني جسمي وما ليش دعوة بأي حاجة. الشتايم بقى اللي عليّا وأي كلام يتقال عليّا في ناس متخصصة في الموضوع ده، أنا متخصص في الملعب، أنا متخصص إن أنا أتمرّن واجتهد وأبقى لعيب كورة. بس الكلام ده باقوله عليه من وهو في الزمالك، وكنت باقول إن منظومة الزمالك مش مساعداه أوي إن هو يبقى كده. فلمّا سمعت إن هو جاي النادي الأهلي قُلت زيزو بمنظومته دي مع منظومة النادي الأهلي هيبقى أحسن لاعب في أفريقيا بلا منازع. زيزو الاحتراف بما تعني الكلمة من معنى بالضبط.
وموضوع اللاعب إن هو يبقى محترف دي حاجة حلوة للجمهور ووحشة للجمهور في نفس الوقت، بمعنى إيه؟ إن مثلًا زيزو لمّا كان في الزمالك كنت تحسّه زملكاوي أوي، لمّا جه الأهلي تحسّه أهلاوي أوي، وده مش معناه إن هو منافق لأ، معناه إن هو محترف، أنا دلوقتي باشتغل في شركة، فأنا هافني حياتي للشركة دي طول ما أنا شغال فيها، لو اتنقلت لشركة تانية هافني حياتي للشركة دي طول ما أنا فيها، ودي حاجة حلوة على فكرة، وده الاحتراف، يعني مثلًا لو شُفنا زيزو في بيراميدز مثلًا هتلاقيه برضه بيأدّي نفس الأداء ونفس الروح اللي هو فيه، زي مثلًا عبد الله السعيد، ده لعيب محترف، لمّا كان في الأهلي تحسّه أهلاوي جدًا، لمّا راح بيراميدز تحسّه بيشجع بيراميدز من وهو صغير، لمّا راح الزمالك تحسّه زملكاوي جدًا، فدي حاجة حلوة وزي ما باقول لك ده مش نفاق نهائي، ده احتراف. نيجي بقى لمحمد هاني اللي كُلّه كان بينتقده قبل الماتش ده، لمّا ماتش فاركو لعب حلو وادّى أسيستين حلوين، انتقده برضه؟ يعني الجون اللي دخل فينا ده كُلّه بيقول إن هاني وشوبير هم السبب فيه، طب دلوقتي هاني بيطلّعها برّه، بغض النظر عن طريقة تطليعه أو إن هو قعد وطلّعها، بغض النظر عن ده، بس هو طلّعها برّه. لو شوبير كان سابها كانت خلاص طلعت برّه وما فيش أي مشكلة، إنما شوبير تحس إن هو كان عنده طاقة زيادة، فهو مش عايزها تطلع، فراح عامل تراي عليها، فراح ساندها للمهاجم بتاعهم. فهاني ليه لمّا لعب حلو برضه بننتقده، بنشوف له الحاجة الوحشة، كُلّه يقول أنا أول مرّة في حياتي أشوف over يروح ضارب في الأرض يا عم ما هو عمل over ودخل الجون، ليه عايزين برضه نطلّع له أي مشكلة أي حاجة؟ بغض النظر عن الطرد اللي أنا من وجهة نظري شايف إن هو ما يستاهلش الطرد، هاني أدّى أداء عالمي وياخد 9 من 10 في الماتش ده، فإحنا عايزين نشجّع لاعيبتنا لمّا يلعبوا حلو نقول اللي هم لعبوا حلو، مش عشان إحنا ما بنحبهمش فإحنا نقعد ننتقد فيهم حتى لو لعبوا حلو. نيجي بقى للأستاذ شوبير، زي ما قُلت لك أنا كنت حاسّه إن هو عنده طاقة زيادة أو عنده روح زيادة، فحاول يمسك الكورة فاتعكِّت عليه، شوبير كده حارس كبير، ولكن يا شوبير مش معنى إن إحنا بنطالب إن أنت تلعب فإحنا مش هنقيّمك أو لو غلطت هنسقّف لك، ما فيش الكلام ده، أنت واخد فرصة عمرك، أنت مقعّد الشناوي اللي هو أحسن حارس في أفريقيا مقعّده دكة، فأنت لازم تمسك في الحتّة دي، يعني أنت جالك فرصة عمرك لازم تستغلّها صح، حاول تهدى شوية، أنا عارف إن هو عايز يثبت نَفْسه أوي فبالتالي اتعكِّت عليه، فيا شوبير الماتش التالت لو أنت اللي لعبت وغلطت ساعتها بقى إيه، هنطالب بالشناوي يلعب على فكرة، فركِّز كده وفوّق وأنت فرحان ومنزّل كده على الإنستجرام إن أنت لبست شارة القيادة في الماتش يا عم ألف مبروك، بس العب كورة، ما لناش دعوة بشارة القيادة، إحنا لينا دعوة بالملعب. نيجي بقى للدبابة المالية بتاعتنا أليو ديانج، كلنا شُفنا في الماتش ده إن أليو ديانج كان سادد نُص الملعب حلو، ولمّا طلع شُفنا إن في ثغرات حصلت، فزي ما قُلت لكم في أول الفيديو لو هو مطلّعه علشان الإنذار تمام، إنما لو مطلّعه علشان حاجة في الخطة فإحنا كده هنخسر ديانج، وديانج هيمشي في يناير، مش عايزين نكرر الغلطة بتاعة جدو كولر، لمّا مشينا ديانج برضه مشينا حبة لعيبة وهُم كانوا جامدين. علشان عند المدرب أو علشان حُب وكره المدرب، أنا نِفْسي أو الجمهور نِفْسه إن ديانج يكمّل معانا ويجدد عقده، فحاولوا تستوعبوا الموقف وما يتكررش موضوع كولر تاني مع اللعيبة، الحُب والكره مش عايزينه، وطبعًا بما إننا اتكلمنا عن اللعيبة الجامدة فطبعًا لازم نتكلم على ياسين مرعي، ياسين مرعي المدافع الرايق، المدافع الهادي، المدافع اللي فيه ريحة برضه عبد المنعم، أنا ما باحبش أقارن لاعب بلاعب ولكن أنا حاسّه إنه ماشي على خُطى عبد المنعم، الفرق بس اللي بينه وبين عبد المنعم إن أنا كنت باحس إن عبد المنعم متعالي على الكورة، هو شخصيته كده ولكن بتحسّه إن هو متعالي على الكورة وممكن يمرقص في مكان ما ينفعش المرقصة فيه. ياسين مرعي لأ، ياسين مرعي عارف إمتى يمرقص وقاري الملعب كويس، فأنا شايف إن هو ممكن يتخطى عبد المنعم في الحتّة دي، غير طبعًا رأسياته اللي ما فيش شك عليها، واضح إن علي معلول وعبد المنعم هترجع في زيزو وياسين مرعي. بس كده يا أصدقائي دي كانت النهاية، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس، وما تنساش دعمك باللايك يا صديقي، وقُل لي رأيك في الكومنتات. سلام.